مساء الفل على احلى كباتن. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جاي نتكلم عن اوبر وان درايفر. كباتن كتير جدا بتقول لك انا بشتغل على برنامج ان درايفر وبعرف اعمل منه فلوس كويسه وباخد منه الرحلات، صافر الدخل بتاعي بيكون افضل من اوبر. انا مقتنع جدا بالكلام ده ومصدقهم. كباتن كتير بتقول لك لا، ان درايفر ده ما بعرفش اخد منه رحلات خالص. انا بالنسبه لي اوبر رقم واحد، والتسعيره بتاعته بالنسبه لي افضل من ان درايفر وبعرف اشتغل عليه. انا برضو مقتنع جدا بالكلام ده ومصدقهم. فعلشان كده احنا جينا النهارده نعمل مقارنه بسيطه ما بين اوبر وان درايفر. طبعا المقارنه ديت مش مقياس خالص للاسعار، لان انت عندك ساعات اوبر بيعمل ريت طبعا الاجره بتكون مضاعفه. ان درايفر ما فيهوش الكلام ده، ولكن في نفس الوقت انت ساعات بتعلي على العميل في ان درايفر، او العميل بيكون حاطط سعر اعلى كمان من السعر الموصي بيه. في الحاله ديت التسعيره بتكون اعلى من الطبيعي. فاحنا جايين نعمل مقارنه علشان نشوف بس الحد الادنى بتاع كل برنامج في وقت طبعا ما فيهوش ريت خالص، ولا هنا ولا هنا، علشان نعرف الدنيا ماشيه ازاي. يعني احنا عاملين المقارنه دي حاجه كده بسيطه، علشان بس بعد كده بنحلل احنا حاجات هقول لك عليها في اخر الفيديو ده. طيب تعالى كده نعمل مقارنه لثلاث رحلات. عملنا نفس الثلاث رحلات هنا، عملناهم هنا وشوفنا الحد الادنى هنا هيكون كام وهنا هيكون كام، العميل هنا هيدفع كام، والكابتن هنا صافي الربح بتاعه كام. عملت طبعا اول رحله اللي هي الحد الادنى خالص، عملت رحله تقريبا كيلو. لما جيت اطلبها على ان درايفر علشان اشوف الحد الادنى بتاعها كام، لقيت ان درايفر قال لي السعر الموصي بيه 20 جنيه للرحله دي. الرحله دي طبعا زي ما قلت لك 500 متر كيلو بالكتير. فجيت قلت طب حاولت ان انا اقلل عن ال 20 جنيه بحيث اشوف العميل ممكن يقلل كام على 20 جنيه دي. قال لي هو ده اقل حاجه ممكن تحطها. معنى كده يا جماعه ان الحد الادنى للرحله في درايفر 20 جنيه. هيصفي للكابتن كام؟ هيصفي للكابتن 18 جنيه. لو طبعا بياخدوا 10%، فانت كده هيصفي لك 18 جنيه. ده الحد الادنى بتاع ان درايفر. طبعا الرحله لما جت للعميل برضو شفت جت للعميل بكام علشان اكون عارف ممكن يعلي لحد كام. جه ان هو ممكن يعلي ايه الاختيار الثالث 25 جنيه. طيب نفس الرحله عملناها في برنامج اوبر. الرحله دي عملت على اوبر اكس صفر 29 جنيه و40 قرش. قول يعني العميل هنا هيدفع في الرحله دي 30 جنيه. العميل هيدفع هنا 30 جنيه، ولكن هيدفع في ان درايفر 20 جنيه. ولكن طبعا زي ما احنا عارفين ان درايفر انت الرحلات الصغيره بتعرف تعلي فيها براحتك عن طبعا الرحلات الطويله، ولكن نتكلم في القصه ديت اخر الفيديو. طيب الرحله راحت للكابتن بكام؟ راحت للكابتن عامله 19 جنيه و11 قرش. يعني هنقول ان اوبر ازيد من ان درايفر في الحد الادنى بجنيه، لو هنفترض ان انت قبلت الرحله باقل سعر. طيب جينا بعد كده بقى نجرب ان احنا نحط رحله اطول شويه. فطلبنا رحله كده اهو، يعني عامله حوالي 13 كيلو. الرحله دي يا جماعه على ان درايفر كانت عامله 60 جنيه. ده السعر الموصي بيه اللي انت ان درايفر حطهولك تطلب عليه. معنى كده ان انت لو قبلت الرحله دي ب 60 جنيه او العميل اختار 60 جنيه وانت قبلت باقل سعر، هياخدوا هم 60 جنيه. فصافي الربح بتاعك من الرحله دي هيكون 54 جنيه. ولكن للاسف لو العميل حب يقلل، انا جربت اقلل الرحله جالي ان الرحله اقل حاجه ممكن تحطها 50 جنيه. معنى كده لو العميل حط ال50 جنيه وانت طبعا من الجماعه اللي هم بيقبلوا خلاص، او الناس اللي هي شايفه ان السعر ده مناسب ليها فخدتها ب50 جنيه، فهيكون صافي الربح بتاعك 45 جنيه من الرحله دي. طيب نيجي نطلب نفس الرحله على اوبر. خلي بالكم يا جماعه، اوبر الفتره الاخيره مش هنقدر نحكم على موضوع النسبه بتاعته، لانه عامل خصومات للعميل. بيقلل النسبه بتاعته ويعني بيقلل التسعيره وبيدي الرحله بصافي ربح للكابتن، بحيث ان هو يحافظ على العميل بتاعه والعميل بتاعه ما يطلبش على برنامج تاني. فممكن تدفع في رحله 60، تيجي تطلبها وقت تاني يقول لك 100. فحبيت اعرفكم برضو الملحوظه دي. طيب الرحله هنا يا جماعه عامله كام؟ عامله 61 جنيه، يعني قول 62 جنيه. هنفترض ان هي 60 جنيه زي السعر الموصي بيه بالظبط في ان درايفر. لما جت
تروح للكابتن. عملت كام في الوقت ده؟ عملت 50 جنيه. خلي بالك اوبر بحالات، يعني الرحله دي انت كنت عامل مقارنه بين اوبر وديدي، اعتقد ان هي ساعتها جابت لي 45 جنيه، فهي المره دي جايبه لك 50 جنيه. فلو انا الرحله دي انا ككابتن خدتها على اندرايفر ب60 هتقف عليا ب4 و50 جنيه. لو العميل حط السعر الموسمي. اما العميل لو حط اقل سعر خالص هتقف عليا ب45. هنا اوبر هتبقى واقفه عليا ب49. طيب حبينا برضو نعمل رحله اطول شويه، برضو بيفرق معايا الموضوع دوت ان انا اعمل رحلات صغيره ورحلات طويله، لان في برامج بتكون الرحلات الصغيره بتاعتها كويسه ولكن الطويله بتبقى قليله، وفي برامج العكس تلاقي الطويل بتاعه حلو والرحلات الصغيره اسعارها بتبقى قليله جدا زي اوبر كده. طيب عملنا رحله طويله شويه، الرحله دي التجمع اهي، كانت عامله الرحله دي حوالي 32 كيلو. كانت عامله كام السعر الموسمي على اندرايفر؟ 130 جنيه. 130 جنيه هنفترض ان انت العميل حط ال 130 جنيه وانت قبلت بيهم، فانت هيكون صافي الربح بتاعك كام؟ شيل 13 جنيه، حوالي 117. ده هيكون صافي الدخل بتاعك. اما لو جينا قللناها خالص، حاولت اقلل على قد ما اقدر، جالي 111. 111 لو انت قبلت الرحله ديت هتصفي معاك 100 جنيه على اندرايفر. عمل نفس الرحله على اوبر. على اوبر اكس صفر عملت 120، على اوبر اكس عملت 130. لما جينا طلبناها وشفناها رايحه للكابتن بكام، رايحه للكابتن ب115. هنا نقدر نقول لو العميل حط هناك الرحله بنفس السعر الموصي بيه، نقدر نقول ان اوبر زي اندرايفر في صافي الدخل في الرحله دي. اما لو العميل قلل السعر على قد ما يقدر وانت خطفت الرحله باقل سعر، هتقدر تقول ان انت خدتها اقل من اوبر. طيب نيجي بقى نعمل رحله طويله خالص، بحيث برضو نشوف الرحلات بقى اللي هتعدي ال40 كيلو وال50 كيلو هتبقى عامله ازاي. طلبت الرحله الاول على اندرايفر، كانت عامله كام؟ عامله 252 جنيه. معنى كده ان انا لو قبلت الرحله دي بالسعر الموصي بيه، لو العميل فعلا حطه، هنقدر نشيل مثلا 20، قول 25 جنيه، هيبقى صافي الربح بتاعك 225 جنيه. طبعا انا لما جيت اقلل الاجره جاب لي اقل حاجه ان ممكن احطها 214. طبعا 214 لو انت قبلت الرحله باقل سعر هتبقى واقفه عليك تقريبا بكام؟ 180 190 حاجه زي كده، 190 جنيه تقريبا. ماشي. فجينا نطلب الرحله على اوبر بقى. الرحله على اوبر العميل هيدفع كام؟ العميل هيدفع فيها 258، اعتقد نفس اللي هيدفعه في اندرايفر لو اختار السعر الموصي بيه. اما لو قلل طبعا فهيدفع في اندرايفر اقل بكتير. طيب رايحه بقى للكابتن بكام؟ رايحه للكابتن الرحله دي ب240 جنيه. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الرحلات الطويله في اندرايفر اقل من اوبر، والرحلات الصغيره في اندرايفر اعلى من اوبر. دي كده كانت مقارنه بسيطه ما بين اوبر واندرايفر. تعال بقى اقول لك القصه ماشيه ازاي، وايه حكايه ان ناس بتكسب من اوبر وناس بتكسب من اندرايفر. خلاصه الكلام دوت او خلاصه المقارنه ديت ان انت لو كابتن وبتقبل الرحله في اندرايفر باقل سعر، فانت كده بتاخد الرحله اقل من اوبر، رغم ان اندرايفر بتاخد منك نسبه قليله. نفس الكلام انت لو خدت الرحله بالاختيار التالت مثلا او السعر الموصي بيه، فبعد الصافي بعد النسبه فانت الرحله في اندرايفر بتكون احسن ليك من اوبر. كمان لاحظنا حاجه، ان الرحلات الطويله في اندرايفر لو العميل حب ان هو يقلل التسعيره بتتقلل معاه بنسبه كبيره، فلو انت قبلت بالتسعيره دي بتكون اقل من اوبر. كمان لازم نحط في حسابنا ان اوبر فيه ريت، اندرايفر مفهوش ريت. فانت لو عرفت ان انت تظبط نفسك، او ان انت مثلا في مكان عارف ان فيه شغل وفي كباتن وانت بتشتغل على الاندرايفر وبقيت تعلي على العميل وبتحط سعر مناسب، فاقول لك ان التسعيره اللي انت بتحطها ديت بتكون افضل ليك من اوبر. ولكن لو انت قبلت
باقل سعر، فطبعا فرق الريت دوت مع فرق التسعيره هيفرق معاك جامد، وهتبقى طبعا بتظلم نفسك. فخلاصة الكلام ان انت ممكن تكسب من هنا، ممكن تكسب من هنا. ساعات الرحله دي بتكون افضل، ساعات الرحله دي بتكون افضل. فالشطاره ان انت تعرف امتى تاخد الرحله من هنا وامتى تاخد الرحله من هنا. كمان لازم تكون، لو انت من الناس اللي بتشتغل عند درايفر، لازم تكون حاطط في حسابك وقت الريت، وقت الذروه، تعرف تاخد رحله بسعر كويس، وما تاخدش رحله العميل يكون مقلل فيها. طيب هتقول لي ازاي اعرف ان الرحله اللي جالي في اندرايفر دي العميل مش حاطط السعر الموصي بيه او مش حاطط السعر المناسب ومقلل من ثمن الرحله دي؟ طبعا هو الموضوع معقد شويه، ولكن لو انت كابتن عندك خبره في المجال، مجرد ما لمحت الرحله عدد كيلوهات ووقت هتعرف اذا كان العميل مقلل ولا لا. اما لو انت جديد في المجال، هتحتاج تقعد مع نفسك شويه، تجيب برنامج العميل. كان ممكن اعمل لك التجربه دي، ولكن الموضوع كان هياخد وقت كبير في الفيديو. ولكن انا عايزك تفتح برنامج العميل، تقعد كده تجرب على مشاوير كتير، وتحاول ان انت تقلل التسعيره، تشوف الرحله دي كام كيلو، الرحله دي هتاخد كام دقيقه. الموضوع دوت هيخلي عندك خبره ان انت تعرف الرحله اللي جايه لك ديت فعلا العميل مقلل فيها ولا لا. دي يا جماعه كده كانت مقارنه بسيطه ما بين اوبر واندرايفر. زي ما بنقول في كل الفيديوهات يا جماعه، احنا ملناش انتماء ولا ولاء لاي شركه، احنا يهمنا مصلحتنا. وعلشان كده دايما بقولك انا بحمل كل البرامج بتاعت النقل الذكي، وبشتغل على الرحلة الحلوة، لان ساعات البرنامج ده يديني رحلة حلوة، في نفس الوقت بيديني رحلات اقل من البرامج التانية. وكذلك في نفس البرامج المنافسة تلاقي ساعات بيديك رحلة حلوة، ساعات رحلة قليلة، البرنامج ده عليه ريت، البرنامج ده عليه بونص. القصة دي كلها بتفرق معاك جدا في الدخل بتاعك. فاهم حاجة ان انت تركز على مصلحتك كويس جدا، ما تقولش انا بتاع اوبر رقم واحد، اندرايفر رقم واحد، لا. انا بشوف الرحلة الكويسة او الرحلة المناسبة ليا في اي برنامج وبشتغل عليها. طبعا يا جماعة احنا دلوقتي موجودين على اليوتيوب، موجودين على الفيسبوك، موجودين على التليجرام، عاملين كده جروب على التليجرام بنتناقش فيه في اي حد عنده مشكلة في اي حاجة. كمان دلوقتي بقينا موجودين على التيك توك، هتلاقي لينكات كل الحاجات اللي بكلمك عليها دي في وصف الفيديو ده. وطبعا لو انت اول مره تشوفني او بتتفرج عليا من غير ما تشترك في القناه، اشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.